بسم الله واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسلامه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عاشوراء، يعود عليكم الايام بخير يا رب ان شاء الله. بصوا النهارده هنعمل حاجه حلوه كده بسرعه وسريعه ومش مكلفه. بصوا هنعمله ايه؟ صينيه كيكه ببيضه واحده، ببيضه واحده، ايوه ببيضه واحده. تعالوا نشوفوا هنعمل ايه. خليكي معايا، ما تروحيش بعيد، ما تطلعيش من الفيديو. اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويضيف لي ويدوس على زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. كل جديد ان شاء الله هيوصلكم بامر الله. تعالوا معانا ايه؟ معانا كيك شيف ومعايا فانيليا وبيضه واحده. تعالوا هنعمله ايه. بصوا معايا 3 تفاحات. خليكم معايا شوفوا ان شاء الله هنعملها ازاي. تمام. طبعا الايام دي التفاح رخيص مش غالي، فقلنا ايه نستغل ان هو رخيص ونعمله ايه كيكه التفاح. تعالوا نشوفوا بقى هنعمله كيكه التفاح ازاي، وايه ان شاء الله هتعجبكم، ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم وتستفيدوا مني، وان شاء الله ايه تعملوها وتجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. تمام. هنمسك كده بقى التفاحه نقطعها كده، حاولي تخليها مقاسات واحده. تمام. طلع بس الحاجات اللي في جواها ديت عشان ايه ما تبقاش موجوده في الكيك. تمام. طبعا ارخص حاجه دلوقتي خلي بالكم التفاح، مش غالي يعني، فنستغل فتره ان هو موجود وايه ونعمله كيكه بالتفاح تغيير يعني، بدل الكيكه اللي احنا ايه بنعملوها ساده وكده. هتعجبكم ان شاء الله الطريقه دي. انا الحمد لله بدات افوق شويه، يعني بدات اخد نفسي شويه عشان الاول ما كنتش باخد نفسي. البرد كان تعبني بجد. انا ما باخدش البرد في الشتاء، باخده في الصيف طبعا عشان نومنا قدام المروحه والميه الساقعه، وانتوا عارفين بقى الجو الايام دي صعب. ربنا معانا يا رب، يعدي الايام دي على خير يا رب. طبعا انا زعلانه علشان في ناس بتدخل تشوف الفيديو وبتكسل تدوس اشتراك. ليه يا جماعه؟ الاشتراك مش هيكلفكم حاجه يعني، عشان يوصلكم الحاجات الحلوه اللي انا بعملها. ولو في اي حاجه برضو مزعلاكم مني يا ريت انكم كنتوا تكتبوا في الكومنتات يعني، عشان انا بصراحه بشوف مشاهدات بس ما بلاقيش مشتركين. ليه؟ ما اعرفش. تعالوا بقى نشوفوا هنعمله ايه. ماشي، خليكم معايا. تعالوا نشوفوا هنعمله ايه. بصوا هنجيبوا صينيه كده اهي فاضيه اهي، حطيتها على البوتاجاز سخنت، وهنزل بالصينيه دي بمعلقتين سمنه. طبعا اي سمنه عندك حباها حطيها. تمام. 3 معالق، هنحط كمان واحده يبقى كده ايه 4 معالق، علشان المعلقه دي صغيره. تمام. يا دوبك السمنه هتسخن كده اهي، سامعين السمنه قدحت اهي، وهننزل بكوبايه سكر صغير، وهننزل بس نافلته نضرب ايه انت نضرب معناها مش فاهمين عايز نضرب الصبر ايه ده احنا لما عطوا لا اطلش كله احنا يعني نراقي لا قصة من بحل حاضر ما لك يا اعمل ايه نعمل بس يا عم نراقي لك قصة من بحل هذيك بالله نو نعمل نسع
برضو ما نحرمش نفسنا من حاجة، ونحاول نعمل كل حاجة بس على قد ايدينا يعني. طبعا واحدة الشاطرة تتعلم وتعمل كل حاجة. ربنا يديكم الصحة يا رب، تفضلوا دايما تعملوا كل حاجة ان شاء الله. بص حبيبة قلبي، بص السكر بقى عامل ازاي. هديتي عليه النار شوية اهوت. تمام، احنا طبعا مهديين النار اهوت خالص. تمام، وهنبدأ ننزل بالتفاح واحدة واحدة. بصي طبعا هنشيل الصينية من على البوتاجاز علشان ايه السكر ما يتحرقش اكتر من كده. وابدأي رصي التفاح واحدة كده، واحدة واحدة كده جنب واحدة كده بالنظام دوت. ان شاء الله هتطلع كيكه جميله وهتعجبكم بامر الله، بس خليكم معايا. تمام كده. طبعا لو عندك مناسبه عيد ميلاد، مثلا في حد جاي لك وعايزه تعملي حاجه حلوه، ضيوف صحاب جايين طبعا عايزه تعملي لهم مثلا حاجه حلوه كلهم قاعدين، هتعملي هديه مش مكلفه وبسرعه ومش هتاخد منك حاجه. تمام تمام. بجد يا جماعه البرد في الصيف اصعب من ما في الشتاء. بصوا شكل الصينيه اهي كده. خلصنا ايه، بس خليكم معايا نشوف هنعملوا ايه. طبعا بعد ما حطينا التفاح ورصيناه في الصينيه، هنيجي بقى هنا جبت بوله هي فاضيه، وهتجيبي بيضايه واحده. تمام، هننزل بالبيضايه كده. تمام، وهننزل بالبيضه. على البيضه هنحط كمان باكو فانيليا. بعدين هنحط كوباية سكر. كمان نص كوباية سكر، يعني هتاخد كوباية ونص سكر. طبعا هننزل بالخليط دوت كده، هننزل بيه في الخلاط. هنضربه في الخلاط عشان انا ما عنديش مضرب. تمام، اللي عندها مضرب كهرباء يا جماعه مش هتحتاج الخلاط. فانا هعمل ايه، هضربه في الخلاط كده. تمام، وهحط قيمه ربع كوبايه زيت. تمام، وهنحط معلقتين سمنه. ادي واحده، ادي التانية. وهنضربهم في الخلاط وهنسيبهم يتضربوا. ونزيدوا هنا بقى ايه كوبايتين دقيق نفس عيار السكر. هنحط كوبايتين دقيق يا جماعه اهو. ادي كوبايه. ادي الثانيه.
هناخد نصه بس. تمام، هناخد نصه. وعندي كاكاو، هاخد معلقتين كاكاو. واحد، وهنقلبهم كده مع بعض. طبعا ايه، انا نخله الدقيق ومظبطاه، يعني عايزه تنخليه بقى دقيق كده، لازم تنخليه الاول. اهو كده قلبنا الخليط مع بعض. بص، هحط ذره ملح، ذره ملح، يعني حاجه لا تذكر كده. تمام. وهاجي الخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه في الخلاط اهو بعد بقى كريم اهو. تمام اهو، بصي ببيضه واحده مش مكلفه يا جماعه اهي. تمام. خليكم معايا، يا ريت ما تطلعوش بره الفيديو، خليكي تابعيني عشان في حاجات كتيره هقولها دلوقتي هتستفيدي منها. تمام كده. وهقلب كده العجين كله مع بعضه، خلطه كده مع بعضيها. وهنزل بكوبايه اللبن حبه حبه، ما تنزليش بيهم مره واحده. تمام. وانتي بتقلبي كده مع بعض العجين. تمام. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. بصي حبيبتي، وتعالي كمان زودي لي كده حبه بحبه. تمام. كل ما تلاقي العجينه عايزه محتاجه لبن حطي، مش عايزه تحطي لبن حطي ميه. تمام ماشي. بس انا بحب اعملها لبن ليه؟ لان اللبن بيديها تيست حلو، وبيخليها كده جميله دسمه كده وطعمها حلو احسن من الميه. تمام. اهيت، قلبي فيها علشان العجين ما يكعكلش معاكي. هتحتاجي حبه لبن تاني مش مشكله، عايزه تكملي بميه كملي عادي. اهوت. لو ما عندكيش لبن وخلص خلاص كملي بميه عادي مفيش مشكله. طبعا احنا مش عايزينها تقيله، احنا عايزينها خفيفه. ايه رايك كده؟ بصي نزود كمان حبه لبن صغيرين. خلاص كده يا دوبك، احنا بس هنقلب نضيع اللبن دون في العجين، وبعد كده ايه خليكم معايا نشوف هتعملوا ايه. تمام. معلش يا جماعه، انا بصراحه مش عارفه اجمع، لان انا بصراحه لسه تعبانه برضو، فباخد في علاج وكده فمأثر عليا، فمعلش. قلبت كده. تمام اهي خلاص. خليكي دايما تقلبي في اتجاه واحد، الكيكه بالذات يا جماعه قلبي في اتجاه واحد. خلاص كده اهيت كده. خلاص العجينه بقت جاهزه. هنولع البوتاجاز. بعد ما خلصنا العجينه حطينا الصينيه تاني على النار اهيت بالتفاح. بصوا هنبدا ننزل بالعجينه على التفاح كده، شايفين؟
بصي وزعي بقى العجينه كده وهي على البوتاجاز على نار هاديه جدا. تمام اهيت. بصوا العجينه خلاص كده لازم تبقى متساويه. طبعا دول الحبه اللي كانوا لسه في الطبق خلاص اهيت. وانت مهديه النار عليها. بص العجينه، بص الكيكه، وهتغطي عليها كده لمده ربع ساعه وانت مهديه النار عليها، وربع ساعه وهنكشف عليها ونشوف هيعمل ايه وايه اللي حصل. تمام هنشيل الغطا ونشوف الكيكه عملت ايه بعد ربع ساعه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، بصوا الكيكه، تعالوا نحط فيها نختبرها، نعمل لها اختبار. بصي كده يبقى الكيكه بتاعتك استوت. تعالوا بقى نشوفوا هنعمله ايه. شفتوا بقى الصينيه؟ شفتوا بعد ما قلبتها؟ بصوا الصينيه، بصوا بقى الكيكه، واحلى كيكه بالتفاح. ايه رايكم؟ صليتوا بينا على النبي. يلا بقى نقطعوها وندوقها مع بعض. بصوا ايه رايكم؟ صراحه مش ولا كلمه، تفاح تفاح تفاح. سيبها تبرد شويه وبعد كده ايه تروحي مقطعاها. تمام بس هي عشان سخنه ما قطعتهاش الا حته، ايه اخدت حته منها صغيره بس. بصوا بصوا بقى، بصوا الكيكه. اتفضلوا معايا، ايه رايكم؟ الله جميله، تحفه 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 تحفه. ايه رايكم؟ بصراحه ولا كلمه. مش التفاح سايح كده ومستوي جميل. بصوا 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 المنظر. ايه رايكم؟ ببيضه واحده ولا بفرن ولا اي حاجه. بصوا جميله جميله. ايه رايكم؟ ايه رايكم يا جماعه؟ بصوا المنظر، قربت لكم الكاميرا اهي. بصوا بصوا شكلها، بصوا التفاح عامل ازاي فيها. بصوا بصوا التفاح، جربوها هتعجبكم بجد 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 هتعجبكم. اتفضلوا بقى معايا تاكلوا معايا. بصوا بصوا عامله ازاي، بصوا مستويه وعامله ازاي جميله. بصوا تفاح سايح فيها. بصوا اللي ما اشتركش في القناه يشترك بجد، اللي ما اشتركش هيخسر كتير. وصفات جميله وخفيفه وسهله وبسيطه على قد ايدك وهتعجب ولادك ان شاء الله. استنوني ان شاء الله، انا مكمله معاكم بوصفات احسن واحسن واحسن. طول ما انتم معايا ان شاء الله سند ليا هقدم لكم كل جديد. بحبكم في الله، ومع السلامه في فيديو جديد.